صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. النهارده لسه برضو مكملين برضو زي ما احنا عارفين في القطاع الغذائي يعني، بس النهارده عندنا قصة مختلفة خالص، مختلفة تماما. طوال التجارب الناجحة اللي شفناها في مصر والشركات الناجحة اللي شفناها في مصر اللي بتعمل فعلا ريل اد فاليو، كانت كلها متخصصة في حاجة واحدة بس. هنا بقى حلاوة الانتجريشن وحلاوة ان انا لما اجي ابتدي الشركة بتاعتي يبقى عيني على الانتجريشن والتكامل، وان انا استفيد من كل اكتيفيتي بتحصل جوه البيزنس. وده اللي عملته الشركة دي. صاحبها بيحب يسميها القلعة، او بيحب يسميها يعني مش بيحب يطلق عليها كلمة شمس، بس هي على فكرة مش شركة القلعة يعني اللي هي المدرجة في البورصة، لا خالص. الفكرة كلها ابتدت ان شركة الشمس للصناعات الغذائية، او كما صاحبها بيحب يقول عليها قلعة الشمس للصناعات الغذائية، ابتدت بفكرة ان انا يبقى عندي المزرعة دي بتنتج موالح. في نفس الوقت انا ممكن اصدر هذه الموالح فريش، ان انا ابتدي اعمل بعد كده مصنع عندي. المصنع ده يبتدي يشتغل في كذا حاجة، يشتغل في ان انا ممكن ان انا اصدر الموالح فريش، في نفس الوقت ان انا ممكن اعمل منها مركزات، في نفس الوقت انا ممكن اعمل منها عصاير. حلو، طيب ايه يا مروه، عادي يعني مزرعه وعملوا لها مصنع. مش ده الحلاوه في اللي جاي بقى. طيب المصنع ده لما بيشتغل في الحصلات الزراعية أو بيشتغل إنه يعمل عصير أو مركزات، فبيتبقى الورق بتاع النباتات والقشرة بتاعته والكلام ده كله. نسيبه يعدي علينا من غير ما نستفيد بيه؟ لا، خده ابتدي ان انت اشتغل عليه واعمله سماد، فتعمل كمان مصنع كومبوست. المصنع ده بياخد المخلفات دي الزراعية ويبتدي ان هو يعملها الكومبوست عشان تخش تاني في الدورة بتاعة الزراعة. طب وقفنا لكده يا مروة؟ لا. طب المية اللي احنا بنستخدمها في التصنيع، حلو، استخدمناها واحنا بنعمل مثلا زي المركزات بتاعة الطماطم، احنا بنغلي ففي بخار. هنسيب يا مروة البخار يطلع كده في الجو كده ونسيبه في الهواء؟ لا، مش هنسيبه في الهواء، بيعملوا له عملية تكثيف عشان يرجع يتجمع تاني مية مقطرة في خزانات عشان يتم إعادة استخدامها تاني في التصنيع كمية مقطرة. خلصنا بقى عملية الصناعة، والمية اللي غسلنا بيها الخضار، غسلنا بيها الفاكهة اللي بيبقى فيها رواسب وتراب والكلام ده كله، هنسيبها ليه؟ هنستفيد منها ازاي؟ ان احنا ناخد المية دي ويتعمل لها تاني ريسايكل عشان تبتدي انها تتم استخدامها في زراعة الارض. هي دي الفكرة. مفيش حاجة بيسيبوها في المصنع إلا لما بيقدروا إن هم يستخدموها سواء إن هي تفيدهم نفسهم هم أو تفيد غيرهم. على فكرة هو مش بينتج لمصر بس، بيشتغل في دول كتير، بيشتغل في دول أوروبية، غزا أفريقيا بشكل قوي، من المصانع اللي غزت أفريقيا بشكل قوي. في نفس الوقت كمان هو بينتج ويوزع للدول العربية. اسمه بقى زي الجنيه الذهبي، مجموعة الشمس للإنتاج الزراعي اللي موجودة في الصالحية. وصباح كل اللي بيشجع الصناعة المصرية، وتحية لكل من بيعمل قيمة مضافة وبيعمل اد فاليو، وصباح صنع في مصر.